في هزيمه النهارده، في خساره 3 نقاط، في كارثه بالنسبه لفريق الزمالك. يعني هزيمه كارثيه. ما ينفعش فريق كبير بينافس على البطولات ومتوج ببطولات وبطل ابطال افريقيا ويتغلب للمره الثالثه على التوالي من النادي المصري. الموسم اللي فات في الدور الاول خسر الزمالك 1-0، في الدور الثاني خسر 2-1، والمحصله ايه؟ نزيف نقاط. انت خسرت الموسم اللي فات. تصورنا الموسم ده يا جوميز ارى المصري، ارى الدوري، ارى الفرق المصريه كلها، فاصبح يعرف يتعامل مع الفرق المصريه. لكن علي ماهر تفوق على جوميز في الشوط الاول. على فكره اللي بيحصل في الزمالك ده كارثه، كارثه، حاله توهان، لعب ارتجالي، عشوائيه. ما اقدرش الوم ناصر منسي في الهجوم، ما فيش كوره كانت توصل له. كان في خط وسط الزمالك، كان خط وسط ضعيف، مترهل، ارتجالي في طريقه لعبه، والتحول من الدفاع للهجوم كانت عمليه ارتجاليه غير منظمه. يعني لم تمثل خطوره على مرمى النادي المصري ما عدا الكره اللي عملها ناصر ماهر لمشلاك. ناصر ماهر لغايه خروجه من الملعب كان هو افضل واحد في فريق الزمالك، كان بيتحرك ويشوط ويقاتل على الكوره. لكن فين الهدف اللي دخل مرمى عواد اللي يسأل عنه عمر جابر؟ 2 محمد عواد، خط الدفاع كله، لكن 50% يسأل عليها عمر جابر وعواد. عمر جابر اتكل على عواد، الهدف اللي سجله الشامي اتكل على عواد انه هيتصدر الكوره، مرت الكوره ما حدش مع الشامي، سجل منها هدف. تمريره جايه من اقصى اليمين لاقصى الشمال، ما حدش يتعامل معاه واسكنها الشباك مع الشامي. ودي للمره الثانيه الشامي يسجل في شباك الزمالك. الموسم الماضي ايضا سجل في شباك الزمالك. اللي بيحصل يحتاج الى وقفه شديده، وقفه كبيره مع المدير الفني. المدير الفني مع اللاعبين لازم يقسو على اللاعبين. ما ينفعش حاله الارتجاليه والعشوائيه اللي بتتم. فين طريقه لعب جوميز اللي هي بيدوخ فيها الفرق؟ ان هو الاكثر استحواذا والاكثر ايجابيه والاكثر هجوما والتنوع في اللعب. يعني انا متوقع ان فريق كبير زي الزمالك لا مثلا الفريق اللي قدام بيدافع بيعمل تنوع في اللعب. التنويع في اللعب، يلعب من الاجنبي، يلعب من العمق، يلعب مع الاطراف، الكرات العرضيه، الكرات الارضيه، التسديد من خارج منطقه الجزاء. ده ما حصلش. الزمالك النهارده سيء، الزمالك النهارده وحش، ولعب شوط من أسوأ الاشواط اللي شفتها لفريق الزمالك النهارده. يتحمل المسؤوليه اللاعبين رقم 1 وجوميز رقم 2. حتى في تغييرته المشلاك تغيير غير موفق. كان يجب ان ايشو هو اللي ينزل، لاعب شاب طموح جعان كوره ينزل ياكل النجيله. لكن مشلاك بصراحه انا محسسني ان هو بيلعب بالشوكه والسكينه. مشلاك بيلعب بالشوكه والسكينه. لا، الزمالك عايز مقاتلين، مش عايز شوكه وسكينه. اللي حصل النهارده اول 3 نقاط انت تخسرهم في سباق على الدوري. كمان نادي الزمالك النهارده، لعيبه نادي الزمالك بيرفضوا الهديه اللي قدمها لهم نادي الاهلي امبارح بالتعادل مع الاتحاد السكندري. التعادل مع الاتحاد السكندري وخساره نقطتين. كانت انت النهارده تيجي تلعب عشان تكسب، عشان تصدر قمه الدوري. المنافس التقليدي بتاعك ادالك هديه، اتعادل مع الاتحاد السكندري هنا في القاهره مش في اسكندريه. فالزمالك رفض الهديه. يعني شايف المباراه النهارده كارثيه بالنسبه لفريق الزمالك. هتخلينا نتكلم في حاجات كتير وتفاصيل كتير مش عاوز اتكلم عنها. السيطره على اللعيبه، كمان في لعيبه حضراتكم لازم جوميز يبقى شديد القسوه عليهم. مش اي لاعب عارف نفسه هيلعب يعني هيلعب، مش مهم ان هو هيأدي ايه في الملعب، لان مفيش بديل على الدكه بره بيضايقه او بينافسه على مركزه. مفيش. يعني دونجا موجود، مين المنافس بتاعه؟ محمد السيد مصاب. فدونجا الشوط الاول كان وحش، لما تحسن في الشوط الثاني بدا يتقدم وكمان يخفف العبء على زمايله قدامه في وسط الملعب. لا جماعه، في حاجه غلط في فريق الزمالك. الاجنحه ما اشتغلتش. كمان انا عاوز اسال سؤال، هو جوميز حضرتك محتفظ بزيزو ليه؟ انا عندي المعلومه انك انت ما كنتش هتلعبه اصلا. المعلومه ان زيزو ما كانش هيشارك في المباراه النهارده اصلا، لان جوميز مقتنع انه يراجع من اصابه ما يلعبش على طول، لازم يقعد احتياطي ولازم